سلام حبوباتي، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا وتكونوا بصحه جيده. كي دايرين مع هذا الجو هذا؟ مهم هنايا ما كاين غير الغيام 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 والشتا شتا شتا. صراحه هذا الجو هذا صافي فاش كيطول انا بعدا كيجيب لي الكآبه. ما عرفتش غيقولوا لي البنات واش نتوما في حالي؟ شوفوا البنات السما كيفاش دايره. اش غنقول لكم؟ راه توحشت الشميشه. راه شي شهر دابا وزياده ما كاينش حس الشميشه كاع. وهاد الوقيته البنات راه جوج ديال النهار. شوفوا سبحان الله كيفاش كطيح يعني الظلمه ومع داك الغما وداك الشيء. صافي بالنهار كتولي واحد الظلمه كيف ما كيبان لكم. المهم فيديو ديال اليوم بلا ما نطول عليكم غادي يكون فيه الاجابه على بعض الاسئله اللي جاوني بزاف 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 بخصوص المطبخ ديالي فاش درت لكم جوله. وكذلك غادي نشارك معكم الطريقه ديالي ديال الصفه مدفونه كتجي روعه يا البنات. غادي تنال الاعجاب ديالكم. قبل الا كنتي اول مره كتشوفي هذه القناه ما تنسيش تشتركي وتفعلي الزر ديال الجرس. يلا نبداو هذا الفيديو وبلا ما نطول عليكم. هنا اول حاجه البنات غادي نبدا معكم بها هي فاش كنت نزلت لكم جوله في المطبخ ديالي. بزاف 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 جاوني بزاف ديال الاسئله صراحه على المطبخ، على الصاله، على شحال فيه من متر، على شحال من حاجه صراحه. وبزاف ديال البنات يعني بغاو ياخذوا فكره. داكشي باش قلت اليوم غادي نجاوب على كاع الاسئله اللي تحطوا في داك الفيديو هذاك باش هكايا حتى نتوما تاخذوا فكره، وبالاخص البنات يعني اللي باغيين يقادوا المطابخ ديالهم حتى هما ياخذوا فكره. بزاف ديال البنات سولوني على واش ندمت على هاد المطابخ اللي كيكونوا هكا كيلمعوا وبالاخص يعني اللون الابيض. ولكن هذا البنات راه ماشي اللون الابيض، غير باش تاخذوا فكره هذا راه شي شويه جاي غادي للباج. غير هو كيبان لكم ابيض ولكن راه غادي للباج. اللي غادي نقول لكم هو صراحه ما ندمتش عليه واخا في هذا اللون هذا، لحقاش واخا كيطبع ما كيبانش بزاف بزاف بزاف. عكس الا كان المطبخ ديالك في مثلا في شي لون غالق بحال القرونه او الكحل كيكون لامع بحال هكا، عارفيه غادي يكون كيطبع اكثر وكيبانوا فيه دوك الطبايع. لحقاش الكحل فاش كيكون هكا لامع راه كيبانوا فيه الطبايع اكثر يعني من هذا اللون هذا اللي كيكون هكايا باج. صراحه ما كيبانش فيه الطبايع بزاف. ولكن هذا النوع هذا ساهل يعني حتى باش كيتنظف دغيا كديروا له غير البرودوي كيف ما شاركت معكم في عده روتينات ديال التنظيف. كديروا له غير البرودوي ديال الدجاج وكتمسحوه يعني بشي طورشون ديال المطبخ صافي كيرجع تيلمع. وبالعكس زوينين يعني كيعطيو واحد النظره اللي زوينه. ما ندمتش صراحه على هذا اللون هذا. كاين الابيض ديالو، البيض عاوتاني كيبان فيه اكثر. يعني الا بغيتو وكنتم شاهيين مطبخ ابيض فما ديروش بيض، ديروا في هذا اللون اللي داير انا. صراحه ما تيبانش فيه الوسخ واخا هكاك. يعني اللون ديالو كريمي كيف ما كيبان لكم. واخا دابا كيبان لكم في كاميرا ابيض ولكن راه هو اللون ديالو كريمي. انا كيف ما شفتوا راه ما درتهمش يعني في بلاكارات كاملين، درتهم يعني غير في هادو ديال الثلاجه وهذا الشرنك هذا اللي كيكون هكا طويل. درت غير التحتانيين وكيف ما كيبانوا لكم درتهم بحال لو بلان دو طرافاي يعني نفس اللون. ولكن انا فاش مشيت ناخذ المطبخ ديالي هكا كان يعني كانوا هادو في هذا اللون هذا ديال الخشب وكانوا هادو بويض. نتوما الا بغيتو تقادوا المطبخ ديالكم وتقادوا له الفصاله، الا بغيتو يعني ديروا كلشي بيض راه ممكن انكم ديروا كلشي بيض. بغيتو ديروا يعني كيف ما درت انا باش تفادوا بزاف داك الطبايع وداك الشيء تقدروا ديروا بحال هكايا باش كتكاسيو عاوتاني ما كيجيش المطبخ كله بيض يعني كيتهرس شي شويه داك اللون. هادشي اللي درت انا. وبالنسبه فاش قلت لكم انني يعني المطبخ راه ما خديتوش هكا كامل، زدت فيه بعض الحوايج، فغادي نشرح لكم شنو زدت فيه. بزاف ديال البنات عاوتاني ما فهموش كيفاش زدت فيه. المهم غادي نعاود نشرح لكم. انا فاش كنت مشيت ناخذ يعني المطبخ ديالي كان فيه هاد الجهه هادي ديجا شرحتها لكم وغادي نعاود نشرح لكم. يعني كتجي جهه وحده فحال هكايا وزائد هاد الجهه هذه. يعني هذاك الشيء اللي لهيه ما كانش انا اللي زدته. نتوما كتزيدوا على حسب المطبخ ديالكم شحال بغيتو تزيدوا فيه. يعني انا اشنو درت؟ عوض ما غتجيني هاد الجهه كلها طويله هكايا ما غاديش يمكن ليا نزيد هاد الثلاجه وداك سميتو الفريغو داك الشيء هادو ما غاديش يمكن ليا نديرهم هنايا لحقاش عندي هاد الباب هذا اللي كيدخل لبيت الخزين. قلت غادي نديرهم يعني في هاد الجهه هذه ولكن غيبقى ليا ديك البلاصه يعني خاويه وما عنديش اصلا حتى فين نخدم هنايا بزاف. كيف ما كتشوفوا ما عنديش بزاف البلاصه فين نخدم. داكشي باش زدت هذا يعني زدته في نفس اللون ديال المطبخ في كل شيء.
زدتو. المهم نتوما كتزيدوا على حسب شنو بغيتو نتوما. كاينين اللي كيكونوا هكايا مجوره تيتجروا كلهم، يعني جوج جهات مجوره كيتجروا، اولا بغيتو تزيدوا حتى فحال هذا طولوا، يعني كيكون طويل هكايا كتزيدوا على حسب كيف ما قلت لكم المساحه ديال المطبخ ديالكم. انا صراحه كانت شهوتي انني ندور الكوزينه كامله فحال هكذايا، ولكن ما كانش يعني لاسباس بزاف كيف ما شرحت لكم في الفيديو الاخر. داكشي باز غير هذا هو اللي كنخدم عليه وصافي، هادشي هو اللي درت. بالنسبه للثمن البنات كيف ما قلت لكم انا لقيت الكوزينه كانت عرض وخديتها، يعني كانت ناقصه مقارنه يعني مع الثمن ديالها. المهم غادي نقول لكم التوتال كلشي شحال تقام عليا حتى فاش زدت هاد الشرنك هذا كيف ما كيبان لكم. غادي نقول لكم كلشي يعني داخلين فيها البنات الالات، داخل فيها هاد لاغوط، داخل فيه هذا، داخل فيه هذا، وداخله فيه الثلاجه والفريغو كيف ما كيبان لكم هنا، وداخل فيه حتى الغساله. المهم تقاموا عليا تقريبا بشي 2 مليون ومشي 80 ولا فحال هكايا. هادشي باش تقام عليا المطبخ. لكم البنات كان غير عرض وكانوا منقصين في الثمن بزاف، داكشي باش يعني خديته وعجبوني. يعني حتى الالات اللي كانوا فيه كانوا اقتصاديين وما كياكلوش يعني الضو بزاف، داكشي باش يعجبني وقلت صافي هذا هو المطبخ ديالي. بالنسبه للبنات لهذا الفران هذا اللي ديما كيجيوني عليه التعاليق، فران البنات نصيحه اللي نعطيكم بزاف قالوا لي كيخسروا ليهم الفران واش من ماركه تاخذوا اللي زوينه. بالنسبه للفران انا غادي نوريكم الماركه اللي عندي هذه كيف ما كيبان لكم. نزوم عليكم هاد الماركه البنات راها المانيا، يعني ماركه زوينه. واهم حاجه البنات فاش تاخذوا الفران ديالكم خاصو يكون ا بلس للفوق باش هكايا يكون اقتصادي وما ياكل لكمش الضوء، لحقاش بزاف ديال البنات كيعانيو من هذا المشكل هذا، كيبغيو الفران يكون ديال الضوء ولكن عاوتاني كيتشكاو ان الفران كياكل الضوء بزاف. فداك الشيء اي اله البنات بالنسبه لهذا الشيء ديال المطبخ، اي اله سواء الغساله الماعن سواء الثلاجه سواء حتى التلفازه، ديما شوفوا هذه القضيه ديال ا الفوق لحقاش هادوك كيكونوا اقتصاديين ماشي من ال تحت، يعني فحال بي و سي و دي هادوك عرفوا انهم كياكلوا الضو بزاف، داكشي باش كيكونوا رخاص. يعني دائما حاولوا تكون ماركه زوينه و تكون اقتصاديه اهم حاجه. وثاني حاجه بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الفرار اللي تيخسروا ليهم، بحال دابا هنايا غادي نوريكم يعني في الريغلاج ديال بحال دابا البنات هنايا فاش كديروا شي حاجه طيب لكم مثلا في 20 دقيقه ودورتوها ل 20 دقيقه وديك الحاجه يعني شفتوها انها طابت يعني قبل 20 دقيقه، تقدر تكون طابت لكم غير في 15 دقيقه صافي. نتوما كتزيدوا كتردوا هاد كتطفيو هاد الساروت هذا، يعني كتردوه للصفر باش يطفى، وهذا خطا كبير يعني. وهاد الحاجه البنات راها من الاسباب اللي كيخسروا الفران، غير باش تردوا البال. وثالث حاجه اللي خاصكم تعرفوها وهي النظافه ديال الفران فاش كيتنظف البنات فما غاديش تلقاو نهائيا داك المشكل ان كيخسر لكم الفران. كل ما بقى دوك الدهون كيتراكموا على بعضياتهم كيتراكموا حتى ديك يعني داك الجهد ديال الفران ما كيبقاش يطيب لكم مزيان، وداك الشيء باش كيخسروا لكم الفران. هادو جوج حوايج البنات خاصكم تردوا لهم البال مزيان. هاد الحوايج هادو هما اللي كيخسروا يعني الفران اغلبيه. هاد الفران البنات راه كيكونوا يعني صغار، راه دغيا كتنظفيه يعني عوض ما تخليه مده طويله غادي يجيك صعيب انه يتنظف. بحال هكايا غير تشوفي انه تكونوا فيه شي شويه ديال الدهون مسحيه وغادي يجيك يعني ساهل حتى في التنظيف ديالو، ما غاديش تصعب عليك القضيه. حيت لكم البنات من ضمن الحوايج اللي كيخليو الفران يصبر لكم مده طويله وما يخسرش. المهم كنتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله، اللي تكرروا يعني في داك الفيديو ديال الجوله في المطبخ، وهكايا تكونوا خديتوا معايا فكره وتكونوا ونكون وضحت لكم بزاف ديال الحوايج. ودابا نخليكم مع الطريقه ديال الصدفه المدفونه. هنا البنات كيف ما كتشوفوا في هاد الطنجره الصغيره غادي ندير يعني ديك الدغميره اولا مهم ديك الحشوه اللي كدار في المدفونه، يعني في الشعريه المدفونه. المهم هنايا شديت الصدر ديال الدجاج، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو. هنايا درت حتى العنيق وداك الجنب ديالو. المهم شديت الصدر والعنق كيف ما كيبان لكم داك الجنب ديالو، هادشي هو اللي درت انا في اللحم ديال الدجاج. تقدروا ديروا حتى الرجل ديال الدجاج الا بغيتو. المهم انا درت كميه
قليله على حسب يعني غير انا وراجلي ماشي بزاف. المهم هنايا زدت عليهم 2 بصلات مقطعين ودرس ديال الثومه. تقدروا ديروا اكثر الا كنتو بغيتو ديروا اكثر. بالنسبه للتوابل فدرت الملحه، الفلفل الاسود، الخرقوم، سكينجبير، القزبر ومعدنوس، شويه ديال السمن وشويه ديال القرفه. السمنه البنات هو كيعطي واحد المذاق زوين، والقرفه كذلك باش كتجي ديك المريقه كتجي معسله وكتجي لذيذه صراحه. غير جربوا هاد الطريقه البنات اللي درت لكم فكتجي روعه روعه. الا عندكم حتى الزعفران شعره تقدروا ديروه. المهم كتخلطوا العناصر ديالكم وتضيفوا يعني شويه ديال الزيت البلديه وشويه الزيت النباتيه العاديه وصافي، وكتخليو العناصر ديالكم كيطيبوا مزيان. هنايا بالنسبه للتفويره الاولى البنات ديال الشعريه فكديروا فيها غير الزيت النباتيه، كتشربوها مزيان بالزيت النباتيه وكديروها تفور، يعني ما كتقيسوهاش بالماء في التفويره الاولى حتى المره الثانيه. بالنسبه للمره الثانيه فكتحيدوها كيف ما كيبان لكم، غادي ديروها تحت شي اناء اللي غادي يكفيكم باش تكبوا فوق منها الماء طايب، يعني ماشي كتحيدوها وتحلوها في نفس سميتو داك الكسكاس. كتكبوا الماء طايب، يعني كتدوروا على كاع الشعريه ديالكم وكتعاودوا تردوها كتفور للمره الثانيه. وداك الماء البنات اللي كينزل تحت كيف ما كيبان لكم كتحتفظوا به، يعني ما كترميوهش، باش المره الثالثه هو اللي غادي نشربوا به، يعني الشعريه ديالنا هو اللي غادي نشربوه به. سمحوا لي انايا راه في داك الدخان ديال الماء كيطلع وما كتبقاش يعني تبان حتى شي حاجه، غير سمحوا لي. وهنايا صورت حتى بالتليفون، ما كانش فيا صراحه اللي هز الكاميرا داك النهار، صراحه اللي عادي قاد الكاميرا وكانت مديشارجيا فصورت لكم غير بالتليفون. صافي هنايا من بعد مباشره البنات كنعاود نفورو كيف ما قلت لكم، وداك الماء كنحتفظ به. من بعد ما كنحس به انه تفور مزيان كنحيدو وكنسقيه يعني مزيان بداك الماء اللي شاط لينا لتحت، يعني اللي شاط لينا هو النيت، كنسقيه به مزيان. يعني الشعريه دي كنسقيها به ومره كنبقى كنحركها حتى كتشرب مزيان داك الماء. وفاش تبغيو يعني تقدموا الطبق ديالكم كتعاودوا التفويره الاخيره وتخليوها يعني تفور مزيان، وهكا السفه ديالكم كتكون واجده. وطريقه يعني اللي بسيطه وسهله وكتجي لذيذه وما كتجيش البنات معجنه ولا شي حاجه، بالعكس كتجي طايبه وكتجي يعني كيجيو مفرقين، يعني ما كيجيوش معجنين ولا شي حاجه. صافي من بعد فاش كنفور التفويره الاخيره كنضيف ليهم الزبده وكنضيف ليهم السكر، يعني السكر بودره ولا مهم سكر بودره. وكاضافه البنات هنايا انا كنضيف الساشي ديال الفاني، كيعطيها واحد اللذه زوينه بزاف. الا كنتو بغيتو ديروا الصفه بوحديتها يعني بلا ما ديروا فيها ديك الدغميره اللي درت انا، فغادي ديروا الساشي كامل. الا كنتو ما غاديش ديروا ديك الدغميره يعني ما غاديش ديروها مدفونه، فكديروا الساشي كامل ديال الفاني. وتقدروا ديروا حتى الزبيب، انا ما درتش الزبيب. وهنايا كتقسموا الشعريه على النص، يعني الطبقه الاولى كديروها وكديروا فوق منها ديك الدغميره كيف ما شفتوا كتجي زوينه يا البنات وكتجي مدغمره. غير جربوها الطريقه سهله 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 كتحضر دغيا، يعني ما غاديش تاخذ لكم واحد الوقت اللي طويل بزاف. وتشوار كيف ما قلت لكم 3 المرات كيكون كافي. ومن بعد كنعاود ندير الطبقه الثانيه ديال الشعريه وكنزينها يعني بالقرفه، وانا زينتها هنا بالكركاع. ما كانش يعني الخاطر صراحه انني نزيد نتفنن فيها، لحقاش راكم عارفين تبارك الله دابا الصفه ولاو فيها يعني الطرق ديال الديكوراسيون اللي زوينين بزاف. وان شاء الله فاش تكون شي عراضه ولا شي حاجه بحال هكايا نقدمها لكم بهكايا بريستيج وتشوفوها كيفاش كتجي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لي على لايك ديالكم ودعموني اكيد 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 بلي لايك ديالكم، بلي لايك البنات اللي مره وقيله كتفرجوا كتنساوهم. هكايا غادي تشجعوني اكثر باش نزيدكم المزيد والمزيد ان شاء الله. ومرحبا بكاع البنات اللي يلاه التحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف الف الف مرحبا. وبالنسبه للبنات القدام اللي معايا فكنقول لكم شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم الدائم اللي ديما مساندني في كاع الفيديوهات. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، خليكم بخير وعلى خير. باي باي.